السلام عليكم خاوتي. جبت لكم جوار جديد خاوتي يدخل للائحة. هذا يفسر القرآن حسب هواه. خلوا تسمعوا واش يقول خاوتي، ومن بعد نجو قال لكم اليسع موجود في الجزائر. اسمعوا خاوتي شوية معايا، بعد عاود نرجعوا. اسمعوا خاوتي الإبداع المبدع. عن القسورة، بعض العلماء يقولون بأنها الأسد، وهذا ما لديه. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المدثر: بسم الله الرحمن الرحيم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. حمر مستنفرة يعني الفزع، الخلع، وكما نقولوا حنايا القلب يحبس. واش معنى حمر مستنفرة خاوتي؟ معناها الفزع. يا إله إلا الله، ربي يقول لك كأنهم حمر مستنفرة. واش معنى حمر؟ حمر هو جمع الحمار يا بندم. الحمر هي جمع الحمار. حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة هو إما يكون الصيد وإما يكون الأسد. خوتي هؤلاء يفسروا القرآن ما يعرفوا حتى كلمة. هل الله سبحانه وتعالى لما خاطب المسلمين ولا خاطب الناس بهذا الكلام هل خاطبهم بكلام يفهمونه أو يفهمون معناه أم لا؟ لما يقول لهم حمر ألم يفهموا أن الحمر هي جمع الحمار؟ حتى أنت تجي تقول باللي الحمر مستنفر هو الفزع. تبع من تشوف قلبك يحبس، كل شيء برد فيك. فرت من القسورة. هناك من يعتقد بأنها الأسد، وأنا أقولها لكم: كلنا نعرف حكايات ألف ليلة وليلة. نبي الله اليسع كان يتحكم في القسورة، والذي يعتقد بأن القسورة هي الأسد فهذا خطأ. هناك بشر يتحولون إلى حيوانات، وهناك حيوانات يتحولون إلى وحوش إلى غير ذلك، وهذا ما سنراه في الحلقات المقبلة إن شاء الله. قال لك هناك بشر يتحولون إلى حيوانات وهناك حيوانات يتحولون إلى بشر. عندي غير سؤال برك. ربي يوم القيامة لما يقول لهم كوني ترابا، لمن يقولها؟ للحيوانات التي تتحول إلى بشر ولا للبشر التي تتحول إلى حيوانات؟ يخرج من هذه الخرجة. المهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وخلاص خوتي، اللهم إني صائم. السلام عليكم.